انا مجمع الفريق بسببه، مش كمان الاداء الفردي، الاداء الجماعي ده خالص. وحسيت ان الوالد الجديد اثر في الفريق. انا بشكرهم فرد وبشكل جماعي. أنا دكتور مدحت محمود، وكان يشرفني إن أنا أكون أحد المدربين في مبادرة كن سفيرا التي تتبع وزارة التخطيط ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. وكتير مر عليا مجموعات دربناها، لكن استمتعت جدا بالمجموعة بتاعت الحضور الأسبوع الحالي. كان فيها عناصر مميزة وإطلالات إيجابية جدا، ونماذج إن شاء الله هنشوفها في المجتمع بعد كده إزاي تكون مؤثرة وتوصل التنمية المستدامة وتحقق الهدف اللي فعلا الدولة بتشتغل عليه. شكرا جزيلا ليكم، أنا اتشرفت إن أنا أكون معكم. أنا اتشرفت الحقيقة بأن أنا كنت في البرنامج، ومجموعة العظيمة اللي أنا اشتغلت معاها بجد أضافت لي كتير قوي كمعلومات وكصحبة وكشغل تيم وورك. أتمنى يعني التوفيق للجميع، وإن شاء الله يا رب أشوفكم على خير كلكم. يعني عايزة أعبر عن سعادتي صراحة باشتراكي في المبادرة دي، وإنها خلتني أتعرف على ناس جميلة جدا من جوه ومن بره. شرف ليا إن أنا اتعرفت عليكم بجد، والمجموعة كانت هايلة، ويا رب دايما نفضل على تواصل دايما. حاسه ان انا استفدت كتير جدا من التجربه دي، وانا كنت شخص اصلا بيتكسف جدا وما عندوش مهارات البرزنتيشن. حاسه ان انا اتعرفت على ناس كويسه وعندها خبره وما شاء الله، يعني مبسوطه قوي بيكم، وحاسه ان انا مش ما ندمتش، بالعكس مبسوطه جدا. انا حابب اشكركم، انا كنت سعيد جدا معاكم ومع فريق العمل بالاخص اللي انا اشتغلت معاه. الفريق مميز جدا جدا، وصراحه اضاف لي كتير جدا. انا حابب ان انا اشكرهم على الجو والروح الهائله جدا، سواء في البرزنتيشن او طوال مده التدريب، على الروح الحلوه جدا، واضفتوا اجواء رائعه جدا على الكورس. شكرا جزيلا ليكم، وان شاء الله نلتقي على خير باذن الله. دايما بحب ان انا اشارك في المبادرات الرئاسيه ايا كانت، او اي حاجه تخص الدوله، وبالاخص فكره ان انت بتشارك في حاجه تخص مستقبلك او التنميه المستدامه، فالموضوع بيفرق معاك كتير. بحس ان ربنا حببني جدا ان انا فعلا اتحطيت وسط مجموعه بجد اكثر من رائعه. انا فعلا استفدت منهم كتير، مبسوطه بالنتاج اللي طلع اصلا للبروجكت اللي احنا اشتغلنا عليه. احنا محتاجين ان احنا كلنا نهتم بالتنميه المستدامه، لان هو ده مستقبلنا. وشكرا لمعهد الحوكمه ان هو اتاح لنا الفرصه ان احنا نبقى متواجدين ونبقى موجودين. شكرا جدا.